تعالى احكي لكم بسرعة على اليومين اللي قضيتهم في قرية تونس في الفيوم، عملت فيهم ايه. خلاص وصلت الفيوم في قرية تونس. المفروض دلوقتي هنطلع مع بعض هنشوف المكان اللي انا حجزته من على النت زي الصور ولا لا. يا رب يكون زي الصور، مش قادرة ارجع المشوار ده دلوقتي. ولو المكان حلو فعلا هقول اسمه. تمام. يلا بينا. المكان اهو من بره. اوكي. نسيم الاول اخدتنا اتفرجنا على الفيلا، والفيلا عبارة عن دورين. الدور الاول فيه غرفتين كبار بالحمام بتاعهم والمطبخ والريسبشن، وزي ما انتم شايفين كده الفيلا نظيفة معمول بالستايل العربي اللي انا بحبه، والمطبخ فيه اطباق وكوبايات وحلل علشان لو حد حابب يستخدمهم. وفي نفس الدور ده في البسين وقعدة حلوة كده على المرجحة، يا سلام. وكمان في شواية لو حد حابب يعمل باربيكيو بارتي على البسين. وشايفين البلكونة الحلوة دي بقى اللي انا جاية عشانها بسبب الفيو الجامد اللي انا شفته في الصور. تعالوا بقى نطلع نشوف الفيو من فوق عامل ازاي. يلا بينا. ودلوقتي هنطلع على الدور التاني، نفس نظام الدور الأول بالظبط، مجهز من مطبخ وريسبشن وتلفزيون. أحلى حاجة إن كل دور فيه مطبخ مجهز بالتلاجة بتاعته وبوتاجاز ومايكرويف والقعدة بتاعة الريسبشن. وفي نفس الدور برضو فيه أوضتين كبار، كينج بيت ودولاب وحمام. كل أحلى حاجة برضو إن كل أوضة هنا ليها الحمام بتاعها الخاص. والإضاءة اللي في السقف دي مش سبوتات كهرباء، دي إضاءة خارجية جاية من بره. ودي بقى اللحظة المنتظرة. انا جايه للحظه دي، الفيو. بصوا، ده اللي انا شفته في الصور واللي انا جايه علشانه يا نسيم. اوكي، ايوه ده هو ده، ولحظه الهدوء دي مع نسيم الهواء ونسيم الفيلا. كله نسيم في نسيم. الروف برضو حلو جدا، مجهز للقعدة وضلة وكل حاجة، بس على فيو جامد جدا. تاخد بقى فطارك، قهوتك، تروق دماغك، تفصل عن الدوشة شوية، حاجة كده آخر روقان واستجمام. وبعد كده نزلت اتمشيت في القرية شوية واتفرجت على البازارات اللي بتبيع الخزف. وزي ما انتوا شايفين الدنيا هادية وجميلة ومش زحمة خالص ومفيش أي إزعاج. اصلا الشوارع مهدئه للاعصاب، هدوء وروقان ونسمه هوا حلوه. والبيوت هناك بسيطة بس حلوة، عليها رسومات وزرع، جو ريفي كده. طول ما انت ماشي ما تحسش بأي زهق. والبازارات أشكال والوان مبهجة قوي، وكده كده هتشتري من جمالهم. أصلا اللي بيروح قرية تونس هي معروفة بتاعة الفخار والخزف، فلازم هتشتري من هناك. تاني يوم صحيت وكان لازم أول حاجة تشوف عينيا الفيو الجامد ده اللي أنا أصلا رايحة علشانه. أخدت طاقة إيجابية واتوضيت بعد كده وصليت الصبح وغيرت هدومي، وده كان الأوتفيت بتاعي بأمانة. إيه رأيكم في شياكتي؟ بعد كده نسيم أخدتني علشان تفرجني على الفيلا ال7 غرف، ودي كانت أكبر فيلا هناك. هي نفس ستايل الفيلا اللي أنا واخداها، حتى الغرف بتاعتها أكبر من الفيلا اللي أنا فيها، وفيها حمام سباحة وجاكوزي. والروف بتاعها يا جماعة يجنن، في ريسبشن كبير ومطبخ، والفيو حاجة بقى أكسجين خالص، حاجة كده ترد الروح. علشان كده الفيلا دي بالذات مسمينها قلعة تونس. الحلو في الفيلا دي انها بتاخد عدد كبير، يعني كذا أسرة او مجموعة صحاب لو قسموا الفلوس عليهم هيبقى الموضوع بسيط. المهم بعد كده رحت مدرسة إيفلين. طبعا كتير سمعنا عن إيفلين وكتير يعرفوها، لكن برضو في اللي ما يعرفهاش. تعال اقول لك الحكايه ابتدت منين. الحكايه ابتدت لما ايفلين الست السويسريه اتجوزت المصري الشاعر سيد حجاب. الشاعر سيد حجاب كان عنده حته ارض في الصحراء، وهي اتجوزته وجت عاشت معاه في مصر. ولقت الولاد هنا في الفيوم بيلعبوا الطين العادي، وبيشكلوا منه وبيطلعوا منه اشكال. فحبت ايفلين ان هي تطور الموهبه دي وتستغلها، فعملت ايه؟ سافرت لاسوان وجابت الطين بتاع اسوان اللي بيتعمل منه الفخار، وجابت الطين هنا وعلمت الولاد كلهم بما فيهم اهاليهم صناعة الفخار، ازاي يشكلوا من الفخار ويعملوه كمان لخزف. ابتدى الموضوع يتطور والجيل يكبر ويعلم جيل، وابتدت قرية تونس من هنا ان هي تتعمر ويتبني. انا عايزة اقول لكم ان قرية تونس دي تخيلوا كلها كانت صحراء. الجمال اللي انتوا شايفينه ده كله كان صحراء. جت ايفلين وطورته وطورت الموهبه بتاعت اهل البلد، ولقيت لهم صنعه يكسبوا منها. ومفيش حد تساله هنا في قريه تونس مين اللي علمك الحرفه دي وتعلمتها على ايد مين، الا لما يقولك ايفلين هي اللي ليها الفضل في كل تونس وكل الناس وكل قريه تونس. هو مين اللي علمك الصنعه دي بقى؟ مدام إيفلين، ايوه، الست السويسرية اللي جت قرية تونس من الستينات. هي اللي علمت كل أهل تونس الفخار. كل قرية تونس هي اللي علمتهم الفخار كله؟ بس مش كله، يعني في أجيال بتعلم أجيال. يعني كل جيل بيطلع جيل. وكمان قرية تونس ما كانتش مشهورة ولا كانت معروفة. هي اللي شهرتها، هي اللي خلت الناس كلها عرفوها. وعملت ايفلين المدرسة دي وعلمت اهل البلد
وطورت في البلد وطورت في القرية دي. وعلى فكرة ابنها لسه عايش لحد دلوقتي في المدرسة دي، والبيت بتاعهم كمان جوه المدرسة. حتى الشارع اللي فيه المدرسة ده كله متسمي باسم إيفلين، شارع إيفلين. ومن هنا ابتدت حكاية قرية تونس. اول ما تدخل المدرسة هتلاقي المعرض اللي بيعرضوا فيه الشغل بعد ما بيخلص، وكل الرسومات اللي شايفينها دي بتبقى صناعة يدوية بجد. دقة الرسم والشغل حاجة عظيمة جدا. اللي انتوا شايفينه ده صناعة أطفال صغيرين وناس كبيرة. وعايزة أقول لكم إن مش الأطفال الصغيرين مش معنى إن هم بيشتغلوا إن هم ما بيدرسوش، لا دول بيتعلموا كمان، يعني بيروحوا مدارس ويشتغلوا في الشغل ده. بعد كده رحت علشان أشوفهم هم بيعملوا الأشكال وبيشتغلوا. حبيت طبعا أجرب فشلت في الأول وفضلت أحاول، وقعدوا يعلموني كده حبة حاجات. مش عارفة أكور زيك، انتي شطورة. المهم فضلت ألخبط وهم يصلحوا لي لحد ما طلعت الشكل النهائي ده. إيه رأيكم؟ أنفع مش كده؟ أنا شطورة. رحت بعد كده الفندق تونس بيراميدز عشان أفطر، وبصراحة عجبني الفندق جدا، قلت لازم أصوره لكم. الغرف زي ما انتوا شايفين على شكل أكواخ كده، تحس إن انت في غابة في شرق آسيا، وحمام سباحة كبير، والفندق أصلا قريب من بحيرة قارون قوي. كان نفسي أصور لكم الغرف من جوه، بس للأسف الفندق كله كان متفول. وده كان الفطار اللي أنا طلبته. بصراحة الجو كان جميل جدا ومشمس. أنصحكم تروحوا الفيوم الفترة دي لأن فعلا الجو هناك حلو قوي. الفندق كمان فيه خيل، أخدت بقى الخيل أنا وأحمد أخويا وطلعنا اتمشينا على بحيرة قارون. كان الجو ولا أروع بجد. كنت عايشة في دور حبيبي عاشق بقى وهسابقك يا سقة. وبصراحة انبسطت جدا لأن الجو كان هادي ونسمة هوا حلوة كده، فكان الموضوع لذيذ قوي. بعد كده رحت القصر قارون. أظن في ناس كتير ما سمعتش عن القصر ده. القصر ده يا جماعة بقاله أكتر من 3000 سنة، من سنة 260 قبل الميلاد. هبقى انزل لكم فيديو عنه لوحده واحكي لكم حكايته. بعد كده رحت الفيلا علشان استمتع بقى بالاجواء الجميله والهدوء واشرب قهوتي. نزلت بعد كده عشان اتغدى. رحنا فندق تونس بيراميدز تاني لان بصراحه كان اكلهم حلو واسعارهم لطيفه، بس المره دي بصراحه قعدنا جوه علشان الجو بره كان تلج بالليل، تلج. اللي جاي الفيوم الفتره الجايه خلي باله يجيب حاجه تقيله شويه عشان بالليل. المهم طلبت رز معمر، وزي ما انتوا شايفين اكلت من قبل ما اصور طبعا لاني كنت جعانه قوي. كان طعمه حلو قوي وكبير ويكفي 3-4 افراد بحجمي. وكمان طلبت بط وملوخيه كانوا برضو حلوين قوي، والورق عنب كان حكايه خطير بجد. وبس خلص اليوم ده على كده. تاني يوم بقى لبست وحضرت شنطتي وطلعت فطرت على الروف واخدت قهوتي على اغاني فيروز. انا هتحرم من الاجواء دي والمناظر دي. مش عارفه هعمل ايه بعد ما ارجع القاهره. المهم بعد كده نزلت علشان اصور الفيلا اللي اتصور فيها مسلسل لعبة نيوتن. يعني معقول اجي الفيوم من غير ما اصور لكم المكان اللي اتصور فيه مسلسل لعبة نيوتن؟ عيب. ده المكان اللي اتصور فيه مسلسل لعبة نيوتن. ده البيت اللي كان عايش فيه سيد رجب، وفيه المنحل اللي كان جوه الفيلا دي. بصوا انا مش هقدر اصورها لكم من جوه لان جواها ناس ساكنه دلوقتي، لكن هصور لكم شويه لقطات كده جت في المسلسل. ايه رايكم؟ يلا نشوفها. مبدئيا المكان ده كان اكتر مكان اتصور فيه المشاهد الخارجيه في الفيلا مع ابطال المسلسل اللي هم سيد رجب ومنى زكي وعائشه احمد ومحمد ممدوح ومحمد فراج. وكمان كان اول مقابله حصلت بين امينه وحازم اللي هم محمد ممدوح وعائشه احمد كان في المكان ده. والجنينه دي برضو اتصور فيها شويه مشاهد كده، بس اكتر مشهد مشهور فيها مشهد القبض على بدر وحازم اللي هو سيد رجب ومحمد ممدوح في الحلقه اللي قبل الاخيره. الله بص في هدهد، زوم كده يا احمد والنبي عليهم، في 2 هدهد حلوين. تعالوا بقى اوريكم مكان المنحل اللي كان المصنع موجود فيه. والممر ده برضو طلع في أحداث كتير وكان مميز جدا في المسلسل، وده لأن مصنع نبع الهنا كان هنا، وده مصنع العسل اللي كان متسمي على اسم هنا اللي هي منى زكي. وحصلت أحداث ومشاهد كتير مهمة بين أبطال المسلسل، وكان محور الأحداث الأساسي داخل الفيلا. وهنا تصور برضو شوية أحداث مش كتير، بس برضو حبيت أصوره لكم لأنه مكان شكله حلو جدا وكله عصافير، فقلت لازم أصوره لكم الصراحة. وده باب الفيلا الرئيسي اللي كانوا بيدخلوا منها جوه الفيلا، وجت في كذا مشهد من ضمنهم مشهد الشرطة لما اقتحموا الفيلا علشان يقبضوا على بدر اللي هو سيد رجب. بصراحة المسلسل ده كان أكتر من رائع، وكل كاست المسلسل كان هايل وتمثيلهم فوق الروعة.
الفيلا ما شاء الله عبارة عن تحفة معمارية مريحة جدا، مبنية على الطراز العربي الجميل. انتوا عارفين طبعا ان انا بحب الستايل ده قوي، واختيارها كلوكيشن للمسلسل كان اختيار موفق جدا بصراحة. شابون للمخرج والكل كاست المسلسل. الفيلا دي بتاعت المهندس عمر فاروق. مين المهندس عمر فاروق؟ هو مهندس معماري اتخرج من كلية فنون جميلة وتخصص في فن العمارة البيئية والإسلامية. واضح جدا أصلا من الذوق الجميل والراقي للفيلا. كمان الفيلا من جوه زي ما انتوا شايفين مبنية على الطراز العربي الإسلامي، موجود فيها تحف فنية نادرة. تخيلوا بقى انه قاعد يبني في المكان ده والفيلا دي 25 سنة عشان يطلعها بالتحفة الفنية دي. بصراحة اتمنى الفيديو ده يوصل لمهندس عمر الفاروق، لان بجد نفسي اشوف اصور الفيلا من جوه واعمل معاه لقاء يكلمنا فيه عن مشواره في بناء الفيلا. همتكم معايا بقى كده يا شباب في الشير. المهندس عمر الفاروق يبقى والد الفنانة ليلى فاروق اللي اتخرجت برضه من كلية فنون جميلة وكانت زوجة المطرب أمير عيد. وبس كده، دي كانت الفيلا اللي اتصور فيها مسلسل لعبة نيوتن. يا رب يكون عجبكم الفيديو، ويا ريت لايك بقى عشان انا اكيد شطورة اكيد. محدش جاب المكان ده قبل كده. وخلاص كده في طريق للقاهرة. يمكن ما عملتش حاجات كتير، بس بصراحة أنا كنت رايحة المرة دي مش للفرهدة خالص. أنا كنت محتاجة هدوء واستجمام أكتر، وفعلا أخدت طاقة إيجابية وانبسطت جدا. وبس كده، وبحبكم قوي. باي باي.